بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل إيه النهاردة؟ هعمل فطيرة جلاش محشية بطريقة مختلفة. إيه هي الطريقة المختلفة؟ هنجيب الجلاش بدل ما هنقعد نرص هنقطعه شرايح. هي جامدة شوية السكينة، مش حامية أوي بس تقطع يعني. هقطعها كلها وأقول لكم. قطعنا الصينية بنفرطها أو نفرفطها كده من بعضيها، تعتبر اتقصت. المهم ما نخليش فيها لفة جوه، سايب يعني ماسكة في بعضها. تمام كده اتفكت خالص. هجيب الصينية بتاعتي وادهنها. انا دهناها رشة زيت صغيرة. هزود الزيت لان انا هسويها على البوتاجاز، فمش عايزة انها تتلسع، واحط حتة سمنة بلدي عليها عشان الزيت احيانا بيبقى الزيت ليه ريحة مش حلوة، فايه السمنة تطير كل حاجة. عندي ايه بقى هعمله حشوة. عندي لانشون كان في الفريزر لسه مقطعاه حوالي 8 كيلو، ودول فلفلتين، وده فلفل واحد سبايسي حراق، وده زيتون، ودي طماطم. تمام. هنبدأ نجيب الصينية وارص نص كمية الجلاش اللي انا مقصقصها ده، وافرده كويس قوي. الصينية كبيرة عليها شوية عشان لفة الجلاش دي صغيرة، اللفة الصغيرة. تمام. المهم متكونش حاجة تحت باينة عشان ما تلزقش في القعر. وهبدأ ألخبط الحشوة بتاعتي كلها على بعضيها. نسيت أقول لكم إن عندي شوية جبنة موتزاريلا هحطهم عليها. هكسرها. قطعناها، وده عندي وش اللبن هجيب عليها بس واحدة زبادي و عشان هسقي بيهم. حطيت بدل الزبادي لبن عليها، وبكمية حوالي كوباية أو كوباية وأكتر. هنعمل إيه؟ هنفرش هحاول أغطي كل حاجة فيها. لفة الجلاش صغيرة بس هنبدأ نسقي. طبعا يعني الحشوة مش تخينة قوي، فالحشو اللي احنا هنحطه ده اللي بنسقي بيه ما قطعتهاش بقى لسبب، لان الوش مش متغطي كفاية. لو قطعت اللهم صل على النبي احسن هتبدأ الواحد مش مجمع ليه، مش عارف. هحط حتة سمنة قليلة لان انا يا دوبك حاطة تحت، ومش هحط كتير، حتة بس صغيرة على الوش.
عشان نحط تاني، مش عايزين دسامة كتير، كفاية عشان القشطة. هنظبطها بس كده. وهنسويها وبعد كده هنشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الصينية اتعملت، سويتها على البوتاجاز كلها من فوق زي ما بنسوي الرقاق والحاجات دي. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه جدا ما شاء الله. يا دوبك قطعتها 4 وسبتها تهدى شويه وهغطيها، وبكده يبقى انتهت الوصفه. اتمنى ان تكون الوصفه عجبتكم، واتمنى ما تستخسريش فيها اللايك، ما تستخسروش في مجهودنا اللايك، او انك تشتركي، او انك تشيري البتاع. الواحد بيتعب لما بيعمل الحاجات دي على فكره. اتمنى ان كل حاجه تكون عجبتكم، واتمنى تكون القناه بتاعتي عجباكم بحاجتها البسيطه، وكلكم شاطرين وكلنا شاطرين وكلنا بنتعلم من بعض ان شاء الله من غير مقاطعه. اشوفكم في وصفه تانية. معلش بنهج كتير، صدري تعبني شويه.